حلو شباب، قبل لا تشاهدون الفيديو طريقة الفيديو اشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى كل شيء يوصلكم جديد مع التوضيح. تبي لكم اخر الاخبار نوضحها لكم. المعالجات اللي نزلتها وزارة التعليم العالي خاصة بالجامعات والكليات الاهلية والحكومية والمعاهد وكذا، المهم لطلاب الجامعات والكليات والمعاهد اللي هاي السنة سنة 2023 اللي هي باعتبار سنة 2022 2023 يطلقون عليها. المهم شنو المعالجات هاي اللي نشرناها لكم على التليجرام قبل اكثر من ساعة، وهسه نريد نوضحها لكم. ابرز ما جاء بهاي التوضيحات او بهاي المعالجات انه اول شيء انه 5 درجات من صلاحية الكلية و5 درجات من الوزارة، بالتالي صارت 10 درجات يعني مثل العام السابق. هاي ال10 درجات تحولك لازم من الرسوب المن للنجاح. يعني شنو؟ يعني انه انت من راح تمتحن بالكورس الاول ورسبت بكم مادة وجيت العفو مثلا رسبت بمادة واحدة مثلا بالكورس الاول، ما يعطوك اياها بالكورس الاول. ليش؟ لان هاي 10 درجات من يعطوك اياها لازم تحولك من الرسوب للنجاح. راح ينتظرونك تمتحن دور العفو ينتظرونك تمتحن كورس ثاني. من راح تمتحن الكورس الثاني هنا بهاي الحالة شنو؟ اذا نجحت في الكورس الثاني وانت بالكورس الاول هاي الماده الواقع بها محتاج فقط 10 درجات او 5 درجات او 7 درجات، المهم ال10 درجات تقدر تنجحك، راح يعطونك هاي ال10 درجات وشنو وراح تنجح بهاي الماده وتنجح لغير مرحله، وباعتبار ما راح تمتحن دور ثاني. واذا انت كان نظامك فصلي معناها انه هو انت بالاخير ما راح تمتحن امتحانات النهائيه، فاذا وقعت بماده وهاي 10 درجات تقدر تلحق بهاي الماده وتعبرك لغير مرحله ماكو مشكله وراح تنجح، واذا لا فراح تبقى تمتحن دور ثاني. اذا هاي 10 درجات اللي افتهمناها شنو هي؟ تحولك لازم من الرسوب المن للنجاح، وليس تحولك يعني انه ما يستفاد منهن انه فقط نجحك بماده، ما راح تستفاد منهن هيك شيء الا تحولك من الرسوب للنجاح لغير مرحله. يعني يعطوك اياها بعد الكورس الثاني او بنهايه السنه، يعني ككورس اول كبدايه ما يعطوك اياها. هاي بالتفصيل بخصوص هذا الشيء. اثنين، استمرار العمل بنظام التحميل والعبور لمادتين فقط. الوزارة التعليم العالي نظام العبور والتحميل بالجامعات والكليات والمعاهد وكذا هو مستمر او باقي وما ملغي، وهو من زمان اصلا باقي. اذا وقعت بماده او مادتين تقدر تحملهن وياك وتنجح لغير مرحله. يعني اذا انت مثلا مرحله ثانيه تنجح المرحله الثالثه، يعني مثلا انت امتحنت الدور اول ورسبت بكم ماده، جيت بالدور الثاني هم ترسبت بكم ماده، لكن اخر شيء انه لازم بالدور الثاني تبقى راسب فقط بماده او مادتين. هاي الماده او مادتين تقدر تحملهن وياك في المرحله الثالثه، يعني انت راح تنجح المرحله الثالثه وراح تحمل هذين الماده ومادتين مال المرحله الثانيه، بالتالي تمتحن ويا طلاب المرحله الثانيه هاي الماده والمادتين وتدرس مرحله ثالثه. فاذا نجحت في هاي الماده والمادتين ونجحت المرحله الثالثه راح تعبر للمرحله الرابعه. هيك هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث هي حق الطالب الراسب بجميع المواد الامتحان بالدور الثاني. بالدور الاول طلبة الجامعات والكليات حتى لو راسب كل المواد تقدر تمتحن شنو؟ تقدر تمتحن دور ثاني. بعد العمل بنظام جبر كسر الدرجات كافي للأنظمة الدراسية، سواء انتم نظامكم كورسات او مقررات او فصلي او غيرها، انه اي نظام كنتوا تدرسون به يعتبرون او يعملون بنظام اللي هو يسمونه جبر كسر الدرجات. يعني شنو؟ يعني اذا ماده انت ماخذ بيها 49.5 بالتالي راح يحط لك اياها 50، بس اذا انت ماخذ بيها 49.4 يعني اقل من الخمسه بالتالي راح تبقى 49 يعني راسب هاي الماده. هيك. وخلاص طلعت الفيديو اشتركوا بالقناه وعلى زر الجرس حتى كل شيء يوصلكم جديد مع التوضيح.